طلاب اولى ثانوي عاملين ايه؟ وحشوني كتير يا اخوات. اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. طبعا جاهزين للحلقه الثانيه. اللي مش عارف موضوع الحلقات ده كبير. احنا بادئين مسبحه الترم الثاني. ايه هي مسبحه الترم الثاني ده؟ مسلسل كده صغير في الترم الثاني، بس مسلسل مش هيضيع لك وقتك يا حبيب قلبي. لا، المسلسل دوت هيفيدك وهينجحك وهيطلعك للمستقبل بتاعك. احنا نزلنا اول حلقه الاسبوع اللي فات، ودي كان فيها كل فلسفه البيئه زائد اول درس منطق. النهارده في الحلقه الثانيه، يعني مع الحصه الثانيه، هنبدا دلوقتي يا حبيب قلبي. هشرح لك فلسفه بتاعه الطبيه واخلاق الطب، والحصه هتبقى ممتعه. عايزك بص تستمتع بالحصه. مش عايز اقول ان انا اكتر مدرس بعرف اشرح الدرس ده، بس انا فعلا اكتر مدرس بعرف اشرح الدرس ده، وانت هتشوف بنفسك وتحكم. عايزك تستمتع عشان النهارده حصه ممتعه. بص يا معلم، بيقول لك ايه؟ ركز كده معايا. احنا خدنا المنهج بتاعنا ده، اسمه الفلسفة التطبيقية. صح؟ صح. قلنا الفلسفة التطبيقية دي نزلت منها حاجة اسمها الأخلاق التطبيقية. مستر، الفلسفة التطبيقية دي جاية تعمل إيه؟ قال لك جاية تدرس الواقع وتشوف المشاكل اللي موجودة في الواقع وتحلها. طيب بعد ما درست الواقع، قالت إحنا لازما، لقيت في شوية مشاكل في بعض المجالات، فقالت خلاص المجالات دي أو المشاكل اللي موجودة في المجالات دي لازم نحط لها أخلاق. يعني إيه يا مستر أخلاق؟ يعني مبادئ. مبادئ امشي عليها، مبادئ تمشي عليها المجال ده. يعني مثلا زي ما خدنا في الفيديو اللي فات، فلسفه مثلا البيئه عباره عن اخلاق البيئه. يعني ايه اخلاق البيئه؟ مبادئ تمشي عليها كل الناس تعمل بيها البيئه. دي الفكره. فكلمه اخلاق معناها مبادئ انا المفروض امشي عليها، قواعد، اسس، قوانين انا المفروض امشي عليها. فاذا الفلسفه التطبيقيه لما درست الواقع لقيت فيه شويه مشاكل في المجالات كلها، فقالت لازم نعمل حاجه اسمها الاخلاق التطبيقيه. والاخلاق التطبيقيه دي بتحط مبادئ وقوانين واسس في كل المجالات. فالمهم لقينا مجال زي اخلاق البيئه، لقينا فيه شويه مشاكل في البيئه. بص ركز معايا مستر. المشاكل دي ظهرت بسبب ايه؟ لو انت فاكر، التقدم العلمي التكنولوجي. طيب تمام يا مستر، ايه اللي حصل؟ قال لك يا معلم، التقدم العلمي التكنولوجي ده ادى يكون فيه مشاكل في البيئه، فخلى في حاجه اسمها اخلاق البيئه، يعني مبادئ امشي عليها علشان احافظ على البيئه. وخدنا الدرس ده بالتفصيل الفيديو اللي فات. بعد كده يا معلم ظهرت لنا مشاكل في الطب، فاضطرينا ان احنا نعمل حاجه اسمها اخلاق الطبيه او البيولوجيه او البيوتيك. طيب فظهرت مشاكل في الطب. طب مستر، المشاكل اللي في الطب دي ظهرت بسبب ايه؟ نفس الحاجه، بسبب التقدم العلمي التكنولوجي. طيب حلو يا مستر، ايه اللي حصل؟ حصل يا معلم تقدم علمي تكنولوجي، فادى التقدم ده لشويه مشاكل في الطب، فاضطرينا ان احنا نعمل حاجه اسمها الاخلاق الطبيه، يعني نحط مبادئ للدكاتره تمشي عليها. اذا بص بقى، الخريطه دي مهمه، الخريطه دي لازم تكون في دماغك، عشان كل شويه لما ناخد درس بعد كده في مثلا اخلاق المهن هتبقى نفس الفكره دي. اذا الفلسفه التطبيقيه ظهرت منها الاخلاق التطبيقيه. ايه هي الاخلاق التطبيقيه او ايه هي الفلسفه التطبيقيه اصلا؟ دي جايه تدرس الواقع وتشوف مشاكل الواقع. بعد كده طلعت منها اخلاق تطبيقيه، يعني مبادئ هتحطها في كل المجالات علشان تمشي عليها. ظهرت منها الاخلاق البيئيه، وقلنا في شويه مشاكل في البيئه بسبب تقدم العلم التكنولوجي، فاضطرينا ان احنا نعمل حاجه اسمها مبادئ ايه؟ البيئه، ان هم كل الناس تحترم البيئه وتمشي على المبادئ دي. بعد كده ظهرت شويه مشاكل في الطب يا معلم بسبب تقدم العلم التكنولوجي، فاضطرينا ان احنا نعمل حاجه اسمها الاخلاق الطبيه او الاخلاق البيولوجيه او البيوطبيه او البيوتيكا، اللي هو الدرس بتاع النهارده. طيب ركز بقى معايا. قلنا ايه؟ جه قال لنا عايزين تعريف يا معلم للاخلاق التطبيقيه، وايه الفرق ما بين الاخلاق التطبيقيه والاخلاق البيولوجيه. طب انا لما اجي اعمل تعريف من الجزء اللي احنا خدناه هنا،
ما حبيبي اول تعريف، الاخلاق التطبيقيه هي فرع من الفلسفه التطبيقيه، صح؟ مش ده كده اول تعريف بالنسبه لي مهم؟ يبقى اذا اهو الاخلاق التطبيقيه هي فرع من الفلسفه التطبيقيه، صح ولا لا؟ ده اول شيء. طيب انا جيت قلت لك الحصه اللي فاتت ان الفلسفه التطبيقيه دي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين، يعني سنه 1950 فيما فوق، صح؟ يعني الفلسفه فلسفه جديده. فانا لما اجي اتكلم عن الاخلاق التطبيقيه، هل هيكون فرع جديد ولا قديم؟ اذا كان الحاجه اللي طالعه منه هي جديده، فاذا الاخلاق التطبيقيه هي فرع جديد. طب مستر، الاخلاق التطبيقيه، معلش انا بحب اكتب كده على السبوره بالذات المقدمه، عشان المقدمه الناس بتقعد تقراها، يعني طبعا المدرسين كلهم فوق دماغي، بس الناس كلها بتقعد تقراها ومحدش بيفهم حاجه، بس انا بحب اكتبها لك كده واحده واحده عشان تفهم المقدمه. طب الاخلاق التطبيقيه دي يا معلم جايه تعمل ايه؟ قال لك جايه بعد ما درست الواقع تحط او تضع، خليها تضع عشان محدش يقول لك ده ما بيكتبش بلغه عربيه، تضع قواعد وقوانين، بص في شتى المجالات. مستر يعني ايه كلمة شتى؟ يعني جميع المجالات. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك ده الكلام اللي انا قلته لك، بس انا حبيت بس ادي لك التعريف تاني. بيقول لك ان الاخلاق التطبيقيه دي معلم جايه، هي طبعا فرع من الفلسفه التطبيقيه، جايه تعمل ايه؟ جايه تحط قواعد وقوانين ومبادئ. المبادئ دي والقواعد دي هتحطها فين؟ قال لك يا معلم في كل المجالات، اي مجال فيه مشكله هنعمل له قواعد وقوانين علشان يحكم المجال ده. اذا لما اجي اقول لك الاخلاق التطبيقيه والاخلاق البيئيه انهي اعم وانهي اشمل؟ هتقول لي يا مستر الاخلاق البيئيه دي بتحط مبادئ للبيئه بس، لكن الاخلاق التطبيقيه ده بتحط مبادئ لكل المجالات. اذا الاعم والاشمل هي الاخلاق التطبيقيه. طب لما ناخد الاخلاق الطبيه واقول لك انهي اعم وانهي اشمل، هتقول لي يا مستر الاخلاق الطبيه دي بتحط مبادئ وقوانين للطب بس، لكن الاخلاق التطبيقيه ده بتحط المبادئ والقوانين لكل المجالات. اذا الاخلاق التطبيقيه هي اعم واشمل من اي مبادئ اخرى، من اي مبادئ اخرى. تمام. تمام. طب ممكن يا مستر تدينا تعريف عن الاخلاق، او ايه هي اصلا الاخلاق الطبيه، او ممكن نسميها البيولوجيه، او ممكن نسميها البايوتيكا؟ عايزك بقى تستمتع بهذا الحوار اللي انا هعمله معاك، وبص القصه هتبقى عامله ازاي. في نصف العام الماضي، وهنا في نص العام الماضي مش قصدي العام الماضي اللي هو دوت، لا انا قصدي او السنه اللي فاتت، انا قصدي نصف العام الماضي يعني القرن الماضي. ايه اللي حصل؟ قال لك بعد الحرب العالميه الثانيه ايه اللي حصل؟ حصل تقدم علمي تكنولوجي رهيب، وده ادى ان احنا اضطرينا نعمل مبادئ في كل المجالات، وبالاخص في مجال الطب. ليه؟ قال لك يا معلم بص كده وركز معايا، الطب كان ماشي في خط مستقيم، واحنا كنا حاطين مبادئ تحكم الطب. بس ركز في الحته دي، الطب كان ماشي في خط مستقيم واحنا كنا حاطين، يبقى اذا ده الطب اهو، واحنا حاطين مبادئ علشان تحكم الطب. ما هو اي مجال لازم يكون له مبادئ عشان تحكمه. انا دلوقتي مثلا في مجال التدريس ليا مبادئ امشي عليها، ليا مبادئ ان انا اعامل الطالب ازاي، واعلم او اعامل اخويا المدرس ازاي، اعامل المدير ازاي، دي مبادئ انا المفروض امشي عليها. طب افرض تقدم التدريس
لازم نحط لهم برضه مبادئ تانية تتابع او تحكم التقدم ده. فاذا الطب تقدم. بص، لما بعد الحرب العالميه الثانيه الطب بتاعنا حصل له تقدم. طب يا مستر المبادئ ما تقدمتش معاهم، صح؟ طب كده هيبقى في خطر على حياه الانسان. جه واحد اسمه فان بوتر، ركز معايا في القصه دي، يعلم الله ما هتلاقي حد بيشرح لك بنفس الطريقه دي. جه واحد اسمه فان بوتر. فان بوتر ده عمل ايه؟ قال لك احنا لو سكتنا على الطب اللي عمال يتقدم والمبادئ ثابته زي ما هي، احنا كده هنتنهي عن الحياه، مش هيبقى في بقاء في الحياه. طب انت عايز تعمل ايه يا معلم؟ قال لك انا عايز اعمل علم اسمه علم البقاء. طب مستر علم البقاء ده اللي هو اسمه ايه؟ قال لك انا هسميه البايوتيكا. يعني لما اجي اسالك البايوتيكا دي هي ايه، هتقول لي هي علم البقاء. طب عمل ايه بقى؟ قال لك بص يا معلم، زي ما الطب اتقدم لازم نطور المبادئ بتاعتنا علشان يرجع هما الاثنين المبادئ تحكم الطب زي ما كان. اذا هنا لما كان الطب، يعني مثلا هديك مثلا، احنا زمان في الطب ما كانش عندنا مثلا حاجه اسمها تاجير الارحام. ايه مستر تاجير الارحام دي؟ يقول لك دلوقتي مثلا لو في ست مش عارفه تخلف، تاجر الرحم بتاعت ست تانية تخلف، بعد كده تدي لها الرحم بتاعها. تمام؟ ده ما كانش موجود زمان، فاذا ما كنتش قادر احط له مبادئ. طب بعد التقدم دوت بقى موجود، طب ما فيهوش مبادئ، المفروض ان انا اعمل ايه؟ اجيب مبادئ تحكم التطور ده. فاهم؟ فانا عايز اخلي الطب ماشي مع المبادئ. فمين اللي عمل كده؟ فان بوتر. قال لك ليه؟ قال لك انا هعمل حاجه اسمها البيوتيكا اللي هي علم البقاء، ان انا لو سكت على الطب وخليته يتطور وما تطورتش مع المبادئ احنا كلنا هنموت، صح؟ فلازم المبادئ تتطور ايه معاه. طب البيوتيكا دي اول مره اتنطقت ايه؟ قال لك سنه 1950. فهو بيقول لك يا معلم الكلام بقى اللي احنا عمالين ايه، 1970 ظهرت لاول مره البيوتيكا. فبيقول لك اهو ده الكلام اللي احنا بقى قاعدين بنحرق فيه، والمقدمه بتاعتنا من الاول بيقول لك لقد ادركت البشريه في منتصف القرن الماضي وبانتهاء الحرب العالميه الثانيه دخولا عصر جديد الى يحتاج الى جهود الفلاسفه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني عايزين الفلاسفه تجتهد علشان بعد الحرب العالميه الثانيه ظهر التطور العلمي الحديث في مختلف المجالات وبالذات العلوم الطبيعيه والبيولوجيه. عشان كده هندرس مع بعضينا الاخلاق الطبيه تفصيليا. بعد كده ادالك تعريف بقى عن الاخلاق التطبيقيه وقال لك هي فرع جديد، وكل التعريفات اللي انا ايه مديها لك، والمفروض ان هي بتحط قواعد وقوانين في شتى المجالات اهي، في شتى المجالات والجوانب الاخلاقيه. بعد كده ادالك تعريف عن الاخلاق البيولوجيه او الطبيه او البايوطبيه او البيوتيكا. كلهم واحد، كل الاسامي دي واحد، وبيقول لك ان هي فرع من الاخلاق التطبيقيه، يعني دي فرع من دي. وقد استخدم مصطلح البيوتيكا لاول مره في عام 1970 من قبل مين؟ فان بوتر، في مقالته الشهيره البيوتيكا علم الايه؟ علم البقاء. بص الحته دي، حيث تناول هذا الموضوع لمعرفة مشكلاته وإيجاد حلها. بص خاصة في ظل التفاوت بين المعارف العلمية في الطب والجمود في الفكر الأخلاقي. دي حتة السهومة اللي أنا كنت بشرحها لك دي حتة السهم، إن حصل هنا في الحتة دي تفاوت. يعني إيه يا مستر تفاوت؟ الطب اتقدم وفاكر المبادئ ما كانش لسه إيه اتقدمت، حصل لها جمود. فجه فان بوتر قال لك لا، أنا عايز اعمل ايه؟ قال لك انا عايز اكبر المبادئ دي علشان تحكم الايه؟ الطب. تمام. ظهرت سنة 1970 عشان بس ايه محدش يقول لك احنا غلطنا في الرقم. طيب تمام يا كبير، تمام. دي كانت التعريف بتاعنا. طب بعد كده هنخش في حاجة اسمها مجالات الأخلاق البيوطبية. ركز بقى معايا، ايه مجالات الأخلاق بتاعة الطب؟ احنا عندنا 3: اخلاق العاده، اخلاق البحث العلمي، اخلاق السياسه الصحيه. ركز معايا واحده واحده يا معلم. ايه اخلاق العاده هنا يا مستر؟ اخلاق العاده حبيب قلبي، وهنا المفروض ان الدكتور يبقى عنده حاجه اسمها اخلاق العاده. يعني ايه يا مستر اخلاق؟ يعني مبادئ. ركز كده معايا، يعني ايه اخلاق؟ معناها مبادئ. المفروض الدكتور يكون عنده مبادئ، يهتم بالمريض، يساعد المريض،
ما يقولش اسرار المريض، يخلي باله من المريض ويشوف اي حاجه محتاجها المريض وايه ويديها له. ده اللي المفروض يعمله ايه الدكتور. ده مش بس كده، ده المفروض الدكتور يضع خطه علاجيه تحترم المريض الذي يثق فيه الطبيب. المفروض الدكتور يا معلم يحط خطه علاجيه. الخطه العلاجيه دي هيعمل فيها ايه؟ قال لك المفروض الخطه العلاجيه دي تحترم المريض وتساعد المريض وتناسب المريض. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ حبيب قلبي انا دلوقتي مثلا عندي مرض الضغط، قول بعد الشر بعد الشر، فايه المفروض ان انا رحت للدكتور. المفروض الدكتور ده هيضع لي خطه علاجيه علشان المرض اللي عندي. فالخطه دي المفروض تناسبني، يعني تناسب المرض بتاعي وتساعدني وتحترم المفروض الايه المرض بتاعي دوت. طب ليه؟ علشان انا يثق في الطبيب، يعني انا وثقت في ايه؟ في الدكتور، ووثقت كمان في المؤسسه التابعه للايه؟ للدكتور. انا وثقت في الدكتور، وثقت مثلا في المستشفى اللي شغال فيها الدكتور. علشان انا واثق فيك لازم تديني خطه علاجيه، الخطه دي تناسبني وتساعدني في ان انا اخف من المرض بتاعي. فاذا مبادئ الدكتور ان هو يحط لي خطه علاجيه كويسه علشان انا المفروض وثقت ايه في الدكتور والمستشفى بتاعته. جه واحد اسمه ديفيد روس قال ايه؟ قال لك ان اخلاقيات العياده، هذه الاخلاقيات اللي هي الاخلاقيات العاده، انها ترتبط بكل ما يواجه الاطباء والفرق الطبيه من قرارات ومشاكل امام سرير المريض او داخل غرف العمليات او في العياده. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ معلم ديفيد روز بيقول لك يا دكتور، انا هكلمك انت كدكتور، يا دكتور هو انا هستخدم اخلاق العاده او مبادئ العاده فين؟ واحد رد عليا قال لي في العياده. ديفيد روز قال له لا، انت تستخدم مبادئ العياده والاخلاق اللي انت المفروض تتعامل بيها مع المريض اذا كان في سرير المريض. يعني ايه في سرير المريض؟ يعني لو المريض ده مش قادر يجي لك المستشفى وتعبان وقاعد في البيت، لو انت رحت له اتعامل معاه بمبادئ واخلاق العادة، اللي هو ايه؟ ان انت تساعده وتهتم بيه وما تقولش اسرار لحد، وان انت تدي له خطه علاجيه كويسه علشان تساعده وتخف وتناسب ليه للمرض بتاعه. طب افرض انت في اوضه العمليات برضه تتعامل بمبادئ العياده، اللي هي مبادئ العياده يا مستر، تساعده وتخلي بالك منه وتدي له دواء يناسب المرض بتاعه وهكذا. طب لو انت مستر في العياده بقى نفسها، اكيد بقى هتتعامل بحاجه اسمها الايه؟ مبادئ العياده. ايه هي المبادئ العياده؟ قولها بقى انت خلاص. تساعده، تخلي بالك منه، تحط له خطه ايه؟ علاجيه. تمام تمام. يبقى اذا ديفيد روس قال لك ان انا هستخدم اخلاق العاده ومبادئ العاده. الدكتور المفروض يستخدمها ما دام في دكتور ومريض، يبقى الدكتور لازم يستخدم اخلاق العاده ايا كان موجود. لو في الشارع وانت لقيت مريض استخدم معاه اخلاق الايه؟ العاده. طيب الدكتور قال لك ايه؟ اخلاق العاده تضم 3 اطراف. قال لك المريض والطبيب والمجتمع. ركز بقى معايا. اخلاق العاده ايه؟ بيقول لك ان هي اخلاق العياده. خلاص قلنا ان الدكتور يضع خطه علاجيه تساعد المريض وتناسب المريض. بعد كده جه قال لك وتستخدم اخلاق العياده اللي هي مبادئ العياده في اي مكان. بعد كده قال لك ان اخلاق العياده تبقى ما بين الدكتور والمريض. طب مستر احنا عارفين طبيعي لازم يكون في دكتور ولازم يكون في مريض عشان نستخدم اخلاق العياده، صح؟ طب المجتمع ده جه منين؟ قال لك يا معلم المجتمع دوت يضع منه حاجتين، ممكن يبقى اسمه الاسره، ممكن يبقى الناس اللي موجودين في المجتمع. ازاي؟ يقول لك افرض مثلا المريض ده طفل صغير، فاللي هياخد القرارات مين؟ الاسره. طب افرض المريض دوت ما عندوش اسره، فقال لك هنا اللي هيبقوا شاهدين عليه الناس اللي ايه؟ في المجتمع حواليه. ودي يا معلم كانت اخلاق العياده. طيب مستر إيه اللي بعده؟ قال لك البحث العلمي. اخلاقيات البحث العلمي. وخلي بالك اخلاقيات البحث العلمي هنا ادالك نبذه عنها، وبعد كده هنتكلم فيها كمان شويه بالتفصيل. ايه اخلاقيات البحث العلمي يا معلم؟ بص يا معلم، هنا المفروض هنا بتكلم عن الدكتور الباحث. ايه اللي بيحصل؟ الدكتور الباحث دوت مفروض الدكتور
الباحث عايز يعمل منتج او علاج جديد، فقال لك ايه، حصلت مشكله كده ما بين الناس. قال لك في ناس اعترضت ان احنا نجرب على البشر، وفي ناس قالت لا، احنا المفروض نجرب على البشر عشان نعرف نجيب علاج جديد. فقال لك بص، انت عشان تعمل البحث لازم يكون في شروط، الشروط دي هناخدها شويه كده، تمام؟ بس احنا المفروض توازن ما بين مطالب الدكتور اللي هو عايز يعمل البحث وان هو عايز يخترع علاج جديد، وفي نفس الوقت تحافظ برضه على ايه، البشر. يبقى اذا اخلاق البحث العلمي ان هو احنا معاك ان انت عايز تعمل علاج، او بص، تحقيق التوازن بين رغبه في ابتكار ادويه جديده، يعني انا معاك ان انت عايز تخترع ادويه جديده للامراض، لكن في نفس الوقت لازم تحافظ على حقوق المشاركين في الايه، في البحث، يعني لازم تحافظ ايه على الناس. يبقى اذا البحث العلمي علشان تعمله لازم تحافظ على حقوق الايه، المشاركين معاك. وطبعا هناخد بالتفصيل ايه الخطوات بتاعه البحث العلمي. طيب، بعد كده عندنا حاجه اسمها اخلاقيات السياسه الصحيه. ولما اكلمك عن اخلاقيات السياسه الصحيه، هنا قصدي على وزاره الصحه. طيب، والدوله، يعني الدوله في العموم، وزاره الصحه والدوله. بيقول لك ان اخلاقيات السياسه الصحيه دي عملتها الدوله، وهي قوانين وخطط تضعها السلطات الطبيه علشان ايه، تحافظ على المواطنين. فاتكلمنا عن 3 حاجات: اول حاجه الصحه العموميه، تاني حاجه منظومه العلاج، تالت حاجه توزيع الموارد الصحيه. مستر، ايه هي الصحه العموميه؟ ركز معايا. واحد، الصحه العموميه، وهنا بتكون عباره عن الوقايه. يعني ايه الوقايه؟ يعني ازاي احمي نفسي. عارف انت لما جينا في كورونا وقلنا انت لازم تلبس كمامه، ولازم تبعد عن اللي قدامك مثلا مش عارف قد ايه، ولازم تبقى تحط كل شويه كحول، دي اسمها ايه؟ اسمها وقايه. وقال لك الوقايه خير من ايه؟ من العلاج، صح؟ دلوقتي في رمضان وزاره الصحه او وزاره التكافل تقريبا منزله اعلان بتقول ايه؟ عارف انت الراجل اللي هو داخل يشتري بسبوسه وعمال يقول لك انا عايز مش عارف ربع بسبوسه وربع مش عارف ايه وربع ايه وربع ايه، بعد كده يجي الراجل اللي واقف يتقلب ان هو دكتور يقول له انت كده محتاج تكشف ومحتاج مش عارف فيه شويه بسابيس مش عارف ايه، بعد كده ايه، راح قال له ده دول شويه بسابيس يا عم ما فيهاش حاجه. بعد كده يجي بقى وزاره الصحه يقول لك ايه، خلي بالك احنا في رمضان بناكل ونتقل كتير بس ده غلط على صحتك. ايه اللي بيحصل هنا؟ هنا وقايه، بيقول لك ازاي احمي نفسي من المرض اللي ايه، اللي هيجي لي. فاذا الصحه العموميه، هو وزاره الصحه عايزه ان انت المفروض تكون عندك صحه كويسه في العموم. فاذا الصحه العموميه امتى اختارها يا مستر؟ لما يقول لك ان هو ازاي اقدر احمي نفسي، تمام؟ يبقى في الصحه العموميه ازاي احمي نفسي. طيب، ايه بقى منظومه العلاج؟ منظومه العلاج ايه يا معلم منظومه العلاج؟ وهنا بيقول لك ان احنا نبني مستشفيات في كل القرى الجمهوريه. امتى اختار المنظومه العلاجيه؟ لما تلاقيه معلم ان هو بيكلمك في المنظومه العلاجيه ان هو لازم يبني مستشفيات في كل الجمهوريه، تعرف على طول ان انت لازم تختار المنظومه الايه، العلاجيه. اذا وزاره الصحه في المنظومه العلاجيه عايزه تبني مستشفيات في كل الجمهوريه، بالذات في الارياف والايه، والقرى اللي ما فيهاش مستشفيات. يبقى اذا المنظومه العلاجيه ابني مستشفيات. تمام تمام. طب ايه توزيع الموارد الصحيه؟ ودي بتبقى حاجتين يا كبير، بتبقى بشريه وبتبقى ماديه. ايه بشريه وايه ماديه؟ قال لك انت في المنظومه العلاجيه بنيت لي مستشفيات في كل القرى. طيب، في توزيع الموارد الصحيه لازم توزع لي موارد بشريه. يعني ايه موارد بشريه؟ يعني لازم توزع لي دكاتره وممرضين في المستشفيات اللي انت بنيتها. ما ينفعش اخش المستشفى يبقى انا معايا مستشفى واروح المستشفى اقول له عايز دكتور قلب يقول لي مفيش دكتور قلب، عايز دكتور مش عارف جهاز هضمي يقول لي مفيش دكتور جهاز هضمي. ازاي يعني؟ فانت لازم توزع لي دكاتره والفريق بتاعه اللي هم الممرضين في كل المستشفيات، صح ولا لا؟ طيب، في نفس الوقت توزع لي موارد ماديه. ايه الموارد الماديه؟ الادوات اللي بيستخدموها الدكاتره في المستشفى لازم يكونوا موجوده علشان تقدر الدكاتره دي تكشف على ايه، العيانين. يبقى اذا المنظومه العلاجيه هيكلمك في بناء المستشفيات في كل الجمهوريه.
توزيع الموارد الصحيه هيكلمك ان انا لازم اوزع دكاتره كل المستشفيات، والموارد اللي بيستخدموها الايه الدكاتره برضو في كل المستشفيات. دي كانت اخلاقيات السياسه الصحيه. هتلاقيه دايما بيكلمك عن الوزاره والصحه العموميه ومنظومه العلاج وتوزيع الموارد وهكذا. طيب بعد كده عندنا ايه؟ بيقول لك بعض القضايا الفلسفيه. في عندي شويه قضايا في الطب وبتحصل عندهم مشاكل كتير، بالذات في زرع الاعضاء. طب مستر ممكن تقول لي هي زرع الاعضاء اصلا؟ زرع الاعضاء يا معلم هو ان انا اخد عضو من حد سليم وانقله لحد تعبان. مثلا انا راجل دلوقتي عندي الكليتين شغالين، وفي واحد مثلا ما عندوش الكليتين بايظين، عنده فشل كلوي، فانا خدت من الكليه بتاعتي ورحت اديتها له، وانا اقدر كده اعيش بالكليه الثانيه وهو برضو عايش بالكليه بتاعتي الثانيه. فزرع الاعضاء ان انا اخد عضو مني واروح اديه لشخص تاني مريض. ففي بيقول لك في شويه قضايا في زرع الاعضاء، ركز بقى معايا. عندنا زرع الاعضاء في حاله المتبرع حي. بيقول لك ان احنا ما ينفعش وما نقبلش اي حد او اي متبرع حي يدي او يتبرع بالعضو بتاعه غير لما يكون العضو قابل للتجديد، او لا يصنع مشكلة كبيرة في الشخص. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ بيقول لك في زرع الاعضاء في حالة المتبرع حي، انا هنا الدكاترة ما تقبلش، المفروض الاخلاق الطبيه ما تقبلش ان حد يتبرع بعضو مش قابل للتجديد. زي انا دلوقتي مثلا واحده دخلت البوتاجاز تعمل دخلت المطبخ تعمل اكل، فالانبوبه اتفجرت في وشها، فطبعا وشها باظ، فجوزها مش عارف يشوف وشها كده يعني انا مش هصحى كل يوم اشوف الوش ده، فقال لك خلاص احنا نعمل عمليه تجميل. طب هنعمل ايه يا عم؟ لازم تضحي. قال له ما اضحي. المفروض اعمل ايه؟ قال له هناخد اجزاء من الرجل بتاعتك والجلد علشان نعمل عمليه التجميل اللي في وشها. طيب الاجزاء اللي في الجسم دي اللي هي الجلد قابله للتجديد؟ قال له قابله للتجديد. طب ما دام قابله للتجديد يبقى انت تقدر تتبرع بيها. وفي نفس الوقت كمان الاجزاء اللي ما تقدرش تعمل لك مشاكل كبيره زي مثلا معروف مثلا ان الكبد تقريبا 7 فصوص، تمام؟ انا دلوقتي اقدر مثلا لو حد مثلا جاله مشكله في الكبد، يعني عنده، اقدر اديله فص من الفصوص بتاعتي، ان هم 7 فصوص، تمام؟ اقدر اديله فص من بتاعي عشان يقدر يكمل حياته. فدوت مش هيعمل لي مشكله ومش هيقضي على حياتي، ده اقدر اعمله. دي معنى كلمه ان هو ما يعمليش مشكله. انا دلوقتي عندي كليتين، في واحد ما عندوش ولا كليه، اقدر ان انا اديله كليه علشان يقدر ان هو يعيش. فاذا زرع الاعضاء في حاله المتبرع حي، يعني الانسان حي وهو بيتبرع، لازم يكون العضو دوت قابل للتجديد، او لو العضو ده اللي هيتبرع بيه مش هيعمل له مشكله كبيره، يعني هو مش قابل للتجديد. ما هو انا لما اديله الكليه اكيد الكليه الثانيه اللي انا مديها له دي مش مثلا هتتجدد، صح؟ مش هتتجدد، بس مش هتعمل له ضرر كبير. ما دام مش هتعمل له ضرر كبير برضه مفيش مشكله. يبقى في شرطين، يا اما العضو قابل للتجديد، يا اما العضو اللي انت تديه له ما يعملكش ضرر في حياتك. ده الشرطين اللي في حاله المتبرع حي. طب قال لك خلي بالك في حاله المتبرع حي ده ادتني مشكلتين. اول مشكله هي تجاره الاعضاء. ايه تجاره الاعضاء؟ قال لك ظهرت مافيا بتاعه تجاره الاعضاء، ولما شافوا ان احنا نقدر ناخد اعضاء من انسان ونديها لانسان تاني، ظهرت بقى تجاره الاعضاء دي، وقال لك خلاص احنا نخطف العيال الصغيره ونبيعها اعضاء، او نخطف اي حد برضو كبير، اي حاجه عامه، يخطف اي حد ويبيعوا اعضاء. فدي مشكله طلعت لي في زرع الاعضاء. لما طلعنا زرع الاعضاء في حاله المتبرع حي، طبعا الشرطين دول حطوهم الاخلاق الطبيه اللي هي المبادئ الطبيه. فاكر فان بوتر لما قال لك احنا لازم نحط مبادئ في الحاجات اللي طالعه دي؟ فظهرت معانا تجاره الاعضاء. يعني بص تخيل، حاطين مبادئ وبرضه ظهرت عندنا مشكله اللي هي تجاره الاعضاء. تاني مشكله اللي هي استغلال البشر. ايه يا مستر استغلال البشر دي؟ تلاقي معلم مثلا واحد غني محدش طايقه،
من عياله، تمام، فتعب، راح جه ايه، اهو ده الانسان الغني اللي محدش طايقه من العيال، فتعب وعي، فجه مثلا الكليتين بتوعه باظوا، راح لعياله: يا جدعان حد يديني كليه، محتاج كليه. راح قال له ايه، قال له: لا انا ما ادكش الكليه بتاعتك دي، احنا عايزينك تموت اصلا عشان نورثك. فهو ماشي قابل شاب غلبان فقير ما عندهوش اي فلوس، مش لاقي ياكل. قال له: بص يا حبيب قلبي، تعالى اركب معايا العربيه. ركب معايا العربيه، قال له: ايه رايك تديني كليه، تمام، افتح بطنك وتديني كليه من اللي عندك، واديك 5 مليون جنيه. الواد بقى ايه ده، انت اصلا فكرت فيها، ده انت بتقول يا ريتني اقابل الراجل ده. طبعا الواد ايه يعني اتجنن، قال لك يعني شوف لو عايز حاجه تاني قول. انا معاك، يعني شوف لو عايز مثلا فص كبد مثلا، خلينا نقفلهم 10 مليون بتاع، انا معاك يعني. فهنا ايه اللي بيحصل، بدأ الانسان ده يستغل الواد الغلبان الزغنطوط ده اللي مش لاقي حد ايه ياكله يا عيني، علشان مقابل 5 مليون. ما تيجي تديني وانا اديك الكليه بتاعتي ب 5 مليون يعني. طب فاذا لا طبعا دي حاجه ربنا امنا عليها طبعا، فالحاجات دي انا ما ينفعش ان انا استغل البشر فيها يعني، حته جد بقى. اذا تجاره زرع الاعضاء في حاله المتبرع حي عملت لي مشكلتين، هي تجاره الاعضاء واستغلال الايه البشر. طيب بعد كده عندنا زرع الاعضاء في حاله المتبرع ميت. ركز معايا. ايه يا مستر زرع الاعضاء في حاله المتبرع ميت؟ زرع الاعضاء في حاله المتبرع ميت، وهنا هيكلمك دايما عن حاجه اسمها موت الدماغ. ايه موت الدماغ؟ بص يا معلم ركز معايا. انت كانسان اهو، الانسان ده عنده اعضاء. مين اللي بيشغل الاعضاء دي؟ قال لك المخ اللي موجود في الانسان. ركز كده معايا، المخ اللي موجود في الانسان هو اللي بيدي اوردرات للاعضاء بتاعتك. اذا لما بيدي الاوردرات للاعضاء بتاعتك فالاعضاء بتشتغل. ففي بقى ممكن هو الانسان وهو بيدي الاوردرات، فجي بعد ما ادى الاوردرات العقل بتاعه مات، ما بقاش يدي اوردرات تاني، بس الاعضاء لسه شغاله. ازاي مثل الاعضاء لسه شغاله؟ طب ما هو الاوردر لسه شغال. انا دلوقتي عقلي مثلا بعت رساله للقلب ان هو يضخ ايه دم، فبعت، والقلب بقى لما الاوردر جاله المفروض ان هو هيستنى اوردر تاني، صح؟ بس الاوردر هنا وقف، ما بقاش يدي ايه، العقل ما بقاش يدي ايه اوردرات تاني، بس الاوردر اللي هو لسه مديه ايه شغال. الدوره اللي هو لسه مديها العقل، ما هي عباره عن دورات صح في الجسم، فالاوردر اللي هو لسه مديه لسه برضو ايه شغال، لسه القلب مستني الاوردر اللي بعده. ودي بيكون الانسان لسه ميت طازه. عايزين نعمل ايه؟ قال لك قبل ما القلب مثلا اللي موجود هنا ده، قبل ما هو يستنى المخ يديله اوردر فما يلاقيش الاوردر فيموت، احنا نعمل ايه؟ ناخد القلب ده وناخد الاعضاء كلها ونروح نحطها في راجل تاني عنده المخ لسه بيوزع اوردرات. فلما نحط القلب هنا فلما نحط القلب هنا تمام، فالقلب خلاص بقى الاوردر اللي كان مديهوله خلص، بس يلاقي اوردر تاني عند الراجل دوت، فكده القلب ايه يفضل برضه شغال، وهنا احنا حيينا راجل ايه تاني. فهو بيقول لك لما الدماغ بتموت وما بتديش اوردرات، ممكن الاعضاء، في ناس في حاجه اسمها موت الدماغ، وهو الموت الاكلينيكي، تمام، العقل بتاعها ما بقاش بيقف، ما بيديش اوردرات، بس لسه الاجهزه ايه شغاله، عشان لسه الاوردر القديم شغال. فهم عايزين ياخدوا الاعضاء دي ويحطوها في انسان تاني المخ بتاعه شغال وعمال يدي ارسالات واوردرات. ليه؟ عشان الانسان دوت مثلا عنده القلب بايظ، بدل ما كنا نعمل له عمليه قلب نديله قلب سليم يعيش بيه. عنده كليتين مثلا بايظين، ناخد الكليتين ونحطها، طبعا دي مع موافقه الايه الاهل واسره الميت. يبقى طبعا عندنا في زرع الاعضاء في حاله المتبرع ميت، هنا يا حبيب قلبي بنبقى عايزين نتاكد من حاجه اسمها موت الدماغ. يبقى الانسان الدماغ بتاعته وقفت، ما بقاش يدي اوردرات خلاص، فالاعضاء بتاعته بتبقى لسه فريش، لسه ميت كده ايه حديث، لسه ميت مثلا بقاله 3 4 دقائق، تمام، او المخ واقف عنده من 3 4 دقائق. فبناخد الاعضاء دي
ونحطها في الايه، في شخص تاني لسه العقل بتاعه شغال. فهتلاقي في المتبرع ميت هيقول لك ايه، احنا تاكدنا من موت الدماغ فعايزين ناخد الاعضاء ونحطها لحد تاني عشان الحد التاني دوت يستفيد بيها. اذا دي زرع الاعضاء في حاله المتبرع ايه، ميت. بعد كده عندنا نزع الوسائل الصناعيه اللي بنسميها الموت الرحيم. والموت الرحيم دوت حاجه يا جماعه سلبيه جدا. ايه اللي بيحصل في الموت الرحيم؟ جاي من اسمها، نزع الوسائل الصناعيه. هنا الدكاتره شايفين يعني ان احنا في انسان بيبقى عايش على الاجهزه فقط لا غير، لو شلت منه الاجهزه والقرنات اللي موجوده دي هيموت. فايه الدكاتره بتقول ان احنا عايزين نخلي بالنا من الناس اللي ديت اللي بتبقى عايشه على الاجهزه، ونعمل لهم حاجه اسمها الموت الرحيم. يعني ايه الموت الرحيم؟ نشيل عنه الاجهزه عشان يرتاح بقى ايه من التعب بتاع الدنيا دي. طبعا دي حاجه سلبيه. انت مين اداك الحق ان انت كانسان تشيل الوسائل دي وتاخد الروح بتاع الشخص المريض؟ طبعا اللي بيعمل كده هو ربنا فقط لا غير. حتى لو ربنا كاتب للانسان ان هو يعيش على اجهزه، سيبه. ان انت تشيل الاجهزه دي حاجه طبعا ايه، سلبيه جدا. فهنا في الموت الرحيم الدكاتره بتقول ان احنا كده بنستعطف مع المريض وبنشيل منه الاجهزه عشان نريحه من التعب اللي هو فيه. طبعا دي حاجه سلبيه، وده تبرير سلبي من الدكاتره اكيد. لان المريض لو لقى اساسا استعطاف من الدكتور ولقى ان هو بيعامل كويس او الدكتور بيعامله كويس، هتلاقي طبيعي جدا ان المريض هيبقى عنده امل للحياه تاني. لكن لو الدكتور بيعامله وحش، اكيد ايه، مش هيبقى عنده امل. يعني مثلا لو جه ممرض يعامل المريض بشكل مش كويس، فيقول لك ايه، طبعا الانسان عنده كرامه، فيقول لك يا ريتني اموت احسن من ان انا اعيش واتعامل بالذل اللي بيعامل معاه ايه، الدكاتره. فاذا نزع الوسائل الصناعيه تلاقي ان هو بيشيل لك الحاجات اللي عايش عليها الانسان وبيسميها الموت الرحيم. وكتاب المدرسه رد على الموت الرحيم ده بحاجه اسمها قيمه الحياه. وقالوا له ايه؟ قالوا يا معلم يا عم الدكتور، ايه هي قيمه الحياه؟ هل الحياه قدسيه في حد ذاتها، ولا الانسان ليه دخل فيها؟ يعني ايه يا مستر قدسيه في حد ذاتها؟ يعني الحياه بتاعت او الروح تخص الله، والله هو اللي يقدر ياخدها في اي وقت براحته، ولا انت كانسان ليك حق ان انت تطلع الروح ديت؟ ما هو طبيعي لو انت شلت الوسائل الصناعيه يبقى انت كده طلعت الروح. طب ليه؟ المفروض الله هو اللي سامح ان الانسان ده يعيش على الاجهزه، انت ليه خدت الايه، الروح بتاعته؟ هل يوجد معايير لقيمه الحياه عندك؟ يعني ايه يا مستر يوجد معايير لقيمه الحياه؟ يعني هل الانسان يفرق معاك في قيمة الحياة؟ يعني انت مثلا لو جبت لك انسان فقير هتشوف ان الحياة بتاعته احسن من الانسان الغني؟ لو جبت لك انسان مثلا في السجن هتشوف ان الحياة بتاعته ملهاش قيمة اكتر من الناس اللي موجود بره؟ لو جبت لك ناس ان هم الدمج او المعاقين ذهنيا يعني، هتشوف ان الحياة بتاعته ملهاش قيمة اكتر من الانسان العاقل؟ ايه هي قيمة الحياة بالنسبة لك؟ ده سؤال المدرسة بتقوله لكل الدكاترة. ايه هي قيمة الحياة؟ انت لو عاملت الانسان بتعاطف وبشكل كويس، هتلاقي طبيعي ان الانسان المريض ده عنده امل للحياه. فانت بالنسبه لك يا معلم ايه قيمه الحياه؟ الحياه دي عباره عن ايه بالنسبه لك؟ انت المفروض تعامل، انت يعني انت اخترت مهنه الطب وانت عارف ان انت المفروض تروح تشيل التعب عن المريض ده. فما تبقاش انت داخل الطب علشان بس كمنظر قدام المجتمع ان انا دكتور وهاخد فلوس مثلا كويسه، او الكشف بتاعي يبقى بكذا وكذا، وانت مش مهتم خالص بالموردين. ده حساب هيحاسبه عليك ربنا لو انت ما اهتمتش بالشغلانه بتاعتك. ودي كل الطلاب بتاعت اولى ثانوي دلوقتي، لو انت حلمك ان انت تبقى دكتور، اوعى تبقى عامل زي السلبيات وتذيع نزع الوسائل الصناعيه دي او الموت الرحيم، او يبقى عندك في فرق ما بين انسان وانسان. اوعى تعمل الموضوع ده، ربنا يحاسبك حساب عسير في الحوار ده. خلي بالك يعني انت مفروض تعامل كل الناس سواسيه. كأما دكتور دخلت، المريض بالنسبه لك مريض، غني فقير حد كويس حد وحش، انت بالنسبه لك هو مريض وانا المفروض اعالجه، لان ربنا خلاك سبب في العفاء بتاعه. ربنا خلاك سبب في ان انت تشفي المريض ده.
فما تخليش بقى ربنا يجي في الاخر يحاسبك على التاثير اللي انت عملته. وهنا انا بخاطب ضمير كطالب، لما تبقى دكتور الكلام ده اوعى يتشال من دماغك. تمام تمام. وده يا معلم كان اول جزء عندنا في البايوتيكا. خلاص كده خلصنا؟ لا، تعالى نكمل بقى ايه الجزء اللي باقي. اهو بص بيقول لك ايه التساؤلات بتاعت قيمه الحياه اللي حطيناها. بيقول لك هل الحياه قدسيه في حد ذاتها ام هي حق من حقوق الانسان؟ ده الكلام اللي شرحناه. ما هي نوعيه الحياه التي يجب ان نقدرها؟ هل الحياه بكل اشكالها ام ينبغي تقدير نوعيه معينه؟ يعني نقدر مثلا الناس الغنيه والناس الفقيره نسيبها، الناس مثلا المسجونه دي نعمل عليها اللي احنا عاوزينه، والناس اللي مش مسجونه مثلا دول لا نقيمها في حاجه زي كده. فدي طبعا ايه ما تنفعش في قيمه الحياه. دي شويه اسئله المفروض نحلها على الجزء ده، هقول لك بس بعد ما ايه نخلص الدرس كله. طيب بعد كده اتكلمنا عن اخلاقيات البحث المتعلقه بالوراثه البشريه. بص يا معلم، هنا بقى هنتكلم عن اخلاقيات البحث العلمي. انا عشان اعمل بحث علمي لازم يكون عندي حاجه اسمها الموافقه المستنيره. بيقول لك ايه ان البحوث المتعلقه بالوراثه البشريه وغيرها، يعني البحوث اللي متعلقه بالبشر، من البحوث تطلب باجراء الموافقه المستنيره. يعني ايه الموافقه المستنيره دي يا مستر؟ ان المريض المفروض يوافق على البحث، ويوافق وهو فاهم البحث. كلمه مستنيره يعني فاهم. كلمه مستنيره يعني الفهم، هو فاهم هو داخل على ايه، فاهم هو هيعمل البحث ده ازاي، وايه ال الاضرار اللي ممكن تجيله بسبب الايه البحث ده. يبقى اذا الموافقه المستنيره هو الانسان المفروض يكون موافق وهو فاهم هو هيحصل له ايه في البحث. طيب بيقول لك ايه، انت المفروض تعمل البحث بتاعك بس يشترط في الموافقه المستنيره التي يبدأها المتبرع على اجراء البحث عده شروط. فانا علشان اعمل الموافقه المستنيره دي لازم يكون ليا شروط. طب بيقول لك ايه، علشان الانسان المريض لازم يبقى عنده او يوافق موافقه وهو فاهم. ايه شروط الموافقه المستنيره؟ قال لك اول شيء الافصاح. ايه يا مستر الافصاح؟ وهو هنا الدكتور بيخبر المريض بالمعلومات المتعلقه بالبحث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا دكتور، تمام، وهعمل مثلا بحث على مريض. طب لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل عمليه الافصاح. يعني ايه الافصاح؟ هي الاخبار. اخبار بايه يا معلم؟ باسم البحث، واقول له البحث عباره عن ايه. انا دلوقتي لما جيت مثلا قلت لك، جاي اشرح الاول الدرس، جيت قلت ايه؟ خلي بالك يا معلم احنا النهارده هنشرح الحصه الثانيه في البايوتيكا. انا كده عملت لك ايه؟ عملت لك افصاح، قلت لك عنوان الدرس. فهنا المفروض الدكتور يعمل ايه؟ يقول عنوان البحث العلمي بتاعه. فاذا الافصاح هو الايه؟ عنوان البحث واخبار المريض عن معلومات عن ايه؟ البحث بتاعه. تمام تمام. طيب بعد كده وهي الفهم. ايه هي الفهم هنا؟ والفهم بيقول لك وعي المريض وادراكه للمعلومات. يعني ايه الكلام دوت؟ انا جيت دلوقتي قلت لك بص احنا هناخد النهارده درس البايوتيكا، ده الافصاح. بعد كده جيت انت بقى مش فاهم ايه هو البايوتيكا، فانا المفروض جيت افهمك. يعني ايه افهمك؟ يعني بدات اقول لك ايه هي البايوتيكا واشرح لك البايوتيكا واحده واحده، وان هي علم بقاء الاحياء، وان احنا عندنا اخلاق ومبادئ. وبعد كده شرحت لك اخلاق العياده والسياسه الصحيه، وبدات اشرح لك واحده واحده. دي اسمها الايه؟ الفهم. فانت بدات توعى وتدرك للمعلومات، فاذا دي اسمها الفهم. يبقى الافصاح بقول لك عناوين، لكن الفهم مبدا ان انت ما تبقاش فاهم العناوين دي، فببدا ايه؟ ابسط لك الامور. يبقى هنا ايه؟ تبسيط الامور للايه؟ للمريض. بعد كده بيقول لك ايه؟ بص اهو ادالك مقارنه. يؤدي الافصاح والفهم الى تحقيق ما يلي. بيقول لك الافصاح والفهم لما انا اقول للمريض العنوان بتاع البحث بتاعي وافهمه واشرح له البحث بتاعي عباره عن ايه باللغه بتاعته. يعني ممكن هنا على فكره اشرح له بس هو ما يفهمش، يبقى انا ما وصلتش للفهم. لازم يفهم ويدرك. ما دام فهم وادرك يبقى ده ايه؟ الفهم. إقامة علاقة مستمرة تسودها الثقة بين المريض والطبيب. يعني أنا لما أقول للمريض البحث بتاعي وأبدأ أفهمه، أكيد المريض هيثق إيه؟ فيا. وطبيعي إن المريض هيشاركني في أي قرارات متعلقة بالإيه؟ بالبحث. فهنا بالرعاية الصحية أهو، يعني إيه؟ أي قرارات أنا هاخدها بسبب البحث بتاعي،
المريض هياخدها معاه وهو ايه مطمن. بيقول لك مثال توضيحي الفرق بين الافصاح والفهم، وحلو البتاع ده المثال ده. بيقول لك ايه؟ اخبار الطبيب لاحد ممرض التجارب السريريه بانه من الممكن ان تحدث اثار جانبيه بعد تناول الدواء الذي يتم تجريبه، مثل الشعور بالدوران او الغثيان او الطفح او الجلدي. ده اسمه الايه؟ الافصاح. بص قال له ايه؟ قال له هنا ان بعد ما نعمل التجربه هيبقى عندك شويه مشاكل، زي مثلا الدوران، ان انت الغثيان والطفح الجلدي وهكذا. ده انا ايه قلت له بس اللي ممكن يحصل له. طب ويجب على المريض ان يكون واعيا بهذه الاثار. هنا المريض لو مش فاهم الاثار دي يبقى انا لسه في الافصاح. طب هو مش فاهمها، ابدا افهمه الاثار دي. الاثار ديت عباره عن كذا وكذا وكذا وكذا، بدات افهمه، يبقى ده الايه؟ الافصاح. طيب بعد كده عندنا الاهليه. ايه يا مستر الاهليه؟ بيقول لك تعني قدره المريض او المبحوث على فهم المعلومات. هنا يا كبير في كلمه الاهليه، المريض يكون قادر ان هو يفهم المعلومات دي. يعني انا المفروض كدكتور هفهمه صح. طيب افرض انا هاجي مثلا طفل صغير افهمه البحث وهو يفهم؟ لا، لازم يكون المريض اللي انا هفهمه البحث لازم يكون عنده حاجه اسمها الاهليه. يعني ايه الاهليه؟ يعني يكون شخص كبير واعي هيفهم الكلام اللي انا هقوله له. يبقى اذا الاهليه هو ان المريض يكون قادر ان هو ايه؟ يفهم. تمام. يعني مثلا ما اجيبش مثلا ست كبيره، مع احترامنا يعني لكل الناس الكبار، ما دخلتش مثلا اتعلمت وبتاع، وبعد كده ابدا بقى انا اشرح لها مثلا وافهمها على البحث بتاعي. انت مش هتفهم، هتقول لي يا ابني شوف اللي انت عاوزه واعمله فيا، صح ولا لا؟ اهم انا واثق ان انت كدكتور يعني هتقدر ايه؟ تساعدني. ده الست الكبيره. لكن لما اجيب راجل مثلا دلوقتي كبير وفاهم وواعي ودارس وابدا اكلمه في البحث بتاعي، ده عنده اهليه يعني فاهم. تمام. يبقى الاهليه هو ان المريض قادر يفهمني وقادر يفهم البحث ايه بتاعي. طيب التوعيه جايه من كلمه انا بعملها بتوعي. انا بعملها بايه؟ بتوعي. بيقول لك هنا المريض تعني حق المريض في اتخاذ القرارات المتعلقه بالعلاج. يعني معلم من الاخر، التوعيه هو هنا قصده ان انا كمريض اعمل الحاجه دي بتوعي. يعني المريض، يعني الدكتور ما يغصبش المريض على الشيء، ما يغصبش المريض على البحث. لا، انا هعمل الحاجه اعملها بتوعي واعملها ايه؟ بمزاجي. يعني انا داخل البحث داخل برجلي، انا اللي عايز اعمل ده. مش انا مثلا جيت الدكتور غصبني على دوت ان انا اعمل البحث. يعني مثلا ايه؟ الدكتور مسك عليه زله مثلا وقال له ايه؟ انت لما عملتش البحث انا ايه؟ هطلع مثلا الزله دي. لا، هنا الانسان مش جايب طوعه، صح؟ مش عامل ده حاجه اسمها ايه؟ الطوعيه. عارف زي مثلا الطوعيه في الجيش، ان انت بتتطوع في الجيش، فدي اسمها ايه؟ الطوعيه. يعني انت رايح بمزاجك، ده مش السن القانوني بتاعك، فانت رايح ايه؟ متطوع فيه. فاذا الطوعيه هو ان انت تروح بايه؟ بمزاجك تعمل البحث. يبقى الاهليه ان انت تكون قادر فاهم البحث، الطوعيه ان انت تروح بمزاجك الايه؟ البحث. وخامس حاجه اللي هي الموافقه. الموافقه دي وهي امضاء وقبول البحث. يعني ايه الكلام ده؟ هنا انت بتعمل ايه يا معلم؟ بتمضي وتقول انا موافق على البحث اللي الدكتور هيعمله. خلي بالك، الطوعيه انت رايح بتوعك. طب بعد ما بتروح بتوعك لازم يحصل لك الموافقه، هي الامضاء والقبول على كل الحاجات اللي هيحصل في الايه؟ في البحث. يعني مثلا الدكتور هيجيب لك تقرير، انت تمضي على التقرير وتوافق، دي اسمها الايه؟ الموافقه. تمام. بعد كده عندي اخر حاجه معايير الاخلاقيات الطبيه الحديثه، ودي اخر عندي حاجه، اربعه هم سهلين، ركز معايا. بيقول لك ايه؟ المنفعه. ايه هي المنفعه؟ معايير الاخلاق الطبيه الحديثه، يعني احنا كان في الطب الحديث ما كانش ليه معايير. ركز معايا، بص هي الحته دي، الطب الحديث تقدم وما كانش ليه معايير، فاحنا جينا حطينا معايير تحكم الطب الحديث ده. قال لك حاجه، اول شيء هي المنفعه. ايه المنفعه دي؟ هنا الدكتور مفروض ينفع المريض بكل ما في وسعه، مفروض فعل ما فيه الخير لمصلحة المريض. يعني الدكتور يبذل كل جهده علشان يساعد المريض. هيقول لك مثلا ان المريض بذل جهده كله في العملية علشان ينقذ مثلا الام وابنها، فهنا عمل ايه؟ عمل المنفعة. اذا المنفعة لما يقول لك ان هو الدكتور فعل كل اللي عليه. يعني ايه فعل كل اللي عليه؟ يعني عمل اقصى ما جهده علشان يخفف المريض ويساعد الايه؟ المريض. يبقى امتى اختار المنفعه؟ لما اقول لك الدكتور قدر يبذل كل الجهد عشان يساعد الايه؟ المريض، عشان يخليه في صحه كويسه وهادئه.
طيب بيقول لك بعد كده ايه؟ عدم الحاق الاذى. ايه يا مستر عدم الحاق الاذى؟ بيقول لك هنا الدكتور ما ينفعش ان هو يأذي المريض، وخلي بالك الاذى ده ممكن يكون سهوا يعني غصب عنه، ممكن يكون متعمدا فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه سهوا ممكن يكون متعمدا؟ فعدم الحاق الاذى ممكن يكون مثلا انا دلوقتي راجل غني، تمام؟ بص انا راجل غني، بص في عدم الحاق الاذى، انا راجل غني وفي راجل كده فقير انا متغاظ منه، ماشي؟ فرحت عملت ايه؟ اجرت مثلا دكتور، هو دخل مثلا الراجل الفقير ده دخل مستشفى، فانا قلت بس خلاص دي فرصتي، رحت مأجر دكتور، ورحت قايل له يا دكتور خد 250,000 جنيه وخش وانت بتعمل العمليه دي موت لي الراجل، موت لي الايه؟ الراجل. هنا الدكتور هيخش هياخد 250,000 جنيه ويموت الراجل. ايه اللي عمل؟ موته بس عمدا، بس ايه؟ عمدا، هو قاصد ان هو ايه؟ يموته. دي برضه عدم الحاق الايه؟ الاذى. ممكن يكون سهوا. ايه سهوا دي؟ سواء اهو بيقول لك سواء عمدا او اهمالا، ممكن يكون اهمالا او ايه؟ او سهوا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الدكتور مثلا وهو بيعمل عمليه مش مستعد كويس للعمليه، مش نايم كويس، فتلاقي مثلا مركز، تلاقي مثلا مش معقم مثلا ايده كويس. يعني مثلا قريت قصه بيقول لك ايه؟ في مره الدكتور نسي مشرط داخل جوه بطن الست وقفل عليه، وطبعا بعد فتره كبيره اكتشفوا المشرط ده، فعمل لها طبعا تسمم وماتت الست. طبعا الدكتور اتحبس. ايه اللي حصل؟ هو نسي مشرط، فهو كده عمل اذى للست، بس طبعا ايه؟ سهوه او اهمال. هو ما كانش مثلا، ممكن الله اعلم بقى ومش نايم كويس ولا ما خدش باله ولا ايه اللي حصل يعني في اوضه العمليات، بس ده اسمه اهمال. وعمدا زي ما قلت لك إن ممكن حد او ممكن الدكتور نفسه اللي بيعمل عمليه للشخص بيكون اصلا كارهه فايه؟ يأذيه في العمليه دي. فاذا عدم الحاق الاذى ان هو بيقول لك ان انت ما تأذيش المريض اذا كان عمدا او ايه؟ اهمالا او سهوا. طيب بعد كده احترام الاستقلاليه. يعني ايه احترام الاستقلاليه؟ بيقول لك ان الفرد ليه الحق في التحكم في الرعايه الصحيه الخاصه بيه. يعني ايه الكلام ده؟ يا عم معلم، انا دلوقتي مثلا كدكتور رحت للمريض انا كمريض رحت للدكتور، فقلت له يا دكتور انا ما باخدش الحقن، انا ما بحبش الحقن، اديني علاج غير الحقن. فانت المفروض الدكتور يحترم الاستقلاليه بتاعتي ويديني مثلا براشيم. فرحت قلت له يا دكتور انا ما باخدش براشيم، المفروض برضه يحترم الاستقلاليه بتاعتي ويديني مثلا علاج. قلت له يا دكتور انا ما بحبش علاج، اقول لك طب خد لي بوس. يا انا ما باخدش البوس يا دكتور انا كبير، اقول لك طب انت جاي ليه؟ فاهم؟ بس هنا قصدي الاحترام الاستقلاليه دي ان هو المفروض الدكتور يحترم ويستقل القرار بتاع المريض. يشوف المريض مثلا انا مش عايز اتعالج في المستشفى دي، بعد اذنك تعالى عالجني في مستشفى تاني، الدكتور يقول له ماشي مفيش مشكله. انا مش عايز اخد العلاج ده، الدكتور يديله علاج ايه؟ بديل. فالاحترام الاستقلاليه يسمع كلام المريض، طبعا لو مش هيأثر على المريض يسمع ايه؟ ويحترم الاستقلاليه بتاعته. اخر حاجه عندي المساواه والعدل، ودي باينه من اسمها. ايه المساواه والعدل؟ وهنا ان انا اساوي كل الاشخاص ببعضها، وعندي المساواه بين كل الناس. يعني ايه المساواة بين كل الناس؟ يعني مثلا انا كدكتور الغني بالنسبة لي زي الفقير، زي الطويل، زي الرفيع، زي التخين، زي القصير، اي حاجة ما دام هو مريض وانا دكتور انا اعالجه. لو جيت اداني فلوس، انا معايا فلوس اكتر ودوت فقير، انا اعالج الاثنين بنفس كل حاجة، بنفس ايه؟ كل حاجة. ليه؟ عشان عندي المساواة والعدل. يبقى تاني الاخلاقيات في الطب الحديث، عندي المنفعه، وهنا ان الدكتور يساعد المريض بكل اقصى جهد. عدم الحق الاذى ان انا ما اذيش المريض ولا عمدا ولا اهمالا. احترام الاستقلاليه الفرديه ان انا احترم قرارات المريض في اتخاذ القرارات بتاعته. المساواه والعدل ان انا احافظ، قصدي يبقى عندي مساواه بين كل الناس، اذا كان تخين طويل رفيع فقير غني وزير عبيد ايا كان، لازم يكون عندي المساواه والايه؟ والعدل. وبكده يا كبير خلصت عندنا الحلقة الثانية في المسلسل بتاعنا، تمام؟ عايزك تتفرج على الحلقة دي وتكون مبسوط كده ان شاء الله. الحلقة يعني طلعة كويسة اهو، فهستناك في الحلقة اللي جاية. سلام.